سمعتي قبل كده عن حاجة اسمها أكسيد النيتريك الملقب بالجزيء المعجزة؟ لو بتعاني من ضغط عالي أو دايما تعبانة ومش قادرة تتنفسي كويس، أو بتحسي إن جسمك مش بيستجيب زي زمان، أو لو عندك مشاكل في القلب أو حتى تركيزك قليل وبتنسي كتير، فالفيديو ده ليكي. في حاجة اسمها أكسيد النيتريك. الحاجة دي بسيطة جدا وجسمك بيصنعها لوحده، بس للأسف إحنا تقريباً كل يوم بنقتلها بإيدينا. النهاردة هنتكلم عن أسرار أكسيد النيتريك وليه علماء كتير بيسموه بالجزيء المعجزة، وإزاي ممكن يعالج أمراض زي ضغط الدم والقلب ومشاكل التنفس والسمنة والتهابات الجسم ومشاكل التمثيل الغذائي. خليكي معايا لآخر الفيديو علشان في مفاجأة عن العدو الأكبر لأكسيد النيتريك واللي ممكن تكوني بتدخليها لجسمك كل يوم من غير ما تاخدي بالك. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، ويلا بينا نبدأ. هلو أنا آية بلال. أول حاجة، إيه هو أكسيد النيتريك؟ أكسيد النيتريك أو النيتريك أوكسايد هو مادة مش بتشتريها من الصيدلية، ده مادة جسمك بيصنعها بنفسه، بس بتأثر على كل حاجة حرفيا. هو عبارة عن غاز بسيط جدا بيتصنع جوه الأوعية الدموية، بس تأثيره كبير جدا جدا. وظيفته الأساسية إنه يوسع الأوعية الدموية ويوصل الدم بشكل أسرع وأسهل لكل خلية في جسمك. يعني أي عضو في الجسم بيحتاج دم أو أكسجين أو غذاء، أكسيد النيتريك بيساعد إن هو يوصل له كل ده بسرعة وبكفاءة. اكتبي لي في الكومنتس، كنتي تعرفي قبل كده عن أكسيد النيتريك ولا دي أول مرة تسمعي عنه؟ ويلا بينا نتكلم عن فوائد أكسيد النيتريك الرهيبة. رقم 1، هو بيحسن الدورة الدموية وبيقلل ضغط الدم. رقم 2، بيدي طاقة وتركيز عالي لأن المخ بيوصله دم أكتر. رقم 3، بيحسن الأداء الرياضي وبيزود من قدرة التحمل. ورقم 4، بيحارب الالتهابات المزمنة في الجسم. 5، بيساعد في التحكم في السكر وتقليل مقاومة الأنسولين. ورقم 6، إنه بينقي الرئة وبيحسن النفس، خصوصاً مع مشاكل الربو أو أي التهابات تنفسية. ورقم 7، إنه بيحافظ على مرونة القلب والشرايين وبيمنع التصلب. تعالوا بقى أحكي لكم شوية عن متلازمة الأيض والكارثة اللي بيحلها أكسيد النيتريك. متلازمة الأيض أو الميتابوليك سيندروم دي مجموعة مشاكل بتحصل سوا: دهون على البطن، مقاومة أنسولين، كوليسترول عالي، ضغط مرتفع، وسكر مش منتظم. كل دي عوامل خطر بتؤدي في الآخر لمرض السكر أو أمراض القلب. المشكلة إن الجسم في المتلازمة دي بيبطل يفرز أكسيد النيتريك بكفاءة، يعني الجسم بيقفل على نفسه القدرة إنه يعالج نفسه. بس بمجرد ما بنرجع إفراز أكسيد النيتريك، كل حاجة بتبدأ تتحسن بالتدريج. وأكسيد النيتريك مش بس ليه علاقة بالأوعية الدموية، لأ، ده كمان بيتفرز من الأنف ومن الرئتين. لما بتتنفسي من مناخيرك مش من بقك، جسمك بيصنع أكسيد النيتريك طبيعي، وده بيقلل من الالتهابات التنفسية وبيوسع الشعب الهوائية وبيحارب البكتيريا والفيروسات. طب اللي بيتنفس من بقه بقى طول الوقت بيحرم نفسه من كل الفايدة دي. تعالوا بقى أقول لكم إيه هي مصادر أكسيد النيتريك الطبيعية. في أكلات وأعشاب بتحفز الجسم إن هو ينتج أكسيد النيتريك. أولهم الخضروات الورقية زي الجرجير، السبانخ، البنجر، الكرفس، وكمان الثوم والبصل. دول بينشطوا الإنزيمات المسؤولة عن تصنيع أكسيد النيتريك. والرمان والتوت دول بيحسنوا من تدفق الدم وبيحموا من تكسير الأكسيد ده. والشوكولاتة الدارك دي غنية بمضادات الأكسدة وبتساعد الجسم إن هو يحتفظ بأكسيد النيتريك. وعصير البنجر ده بيعتبر منشط طبيعي للجسم وللعضلات. وآخر حاجة، ممارسة الرياضة، خصوصاً المشي السريع أو تمارين المقاومة اللي بتحفز إنتاج أكسيد النيتريك. نيجي بقى للعدو الأكبر لأكسيد النيتريك:
تعرفي ايه هي اكتر حاجة بتكسر اكسيد النيتريك وبتمنع جسمك ان هو ينتجه؟ الحاجة دي هي السكر الابيض، خصوصا الموجود في الحلويات الجاهزة والمشروبات الغازية. السكر الابيض ده لو قطعتيه جسمك وبشرتك وصحتك حرفيا هيتحول. وعملت لكم فيديو كامل قبل كده عن السكر، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تقدري تشوفيه. غير كده التدخين والسهر وقلة الحركة وكل حاجة بتسبب التهابات بتمنع جسمك ان هو يستفيد من اكسيد النيتريك. لو عايزة طاقتك ترجع وضغطك يتظبط ونفسك يتفتح وتركيزك يزيد وبشرتك تنور وجسمك يشتغل بكفاءة، لازم تهتمي بالحاجة الصغيرة دي اللي هي أكسيد النيتريك. ابدأي بالأكلات اللي قلنا عليها، قللي السكر وتنفسي من مناخيرك مش من بقك، وتمشي كل يوم نص ساعة وهتشوفي الفرق الرهيب اللي ممكن يحصل. وما تنسيش لو الفيديو ده عجبك تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، تبعتي الفيديو ده لحد دايما بيشتكي من طاقته وانه مهمد وتعبان، واكتبي لي في الكومنتس حابة الفيديو الجاي يبقى عن ايه.